السلام عليكم، عاملين ايه؟ احنا نخش في الموضوع بقى. روح هات لك كوبايه شاي او كوبايه قهوه، ودوس لايك قبل ما تروح تجيب كوبايه الشاي او كوبايه القهوه عشان ما تنساش. بس وخلينا نخش في الموضوع. كلنا عارفين فوائد القراءه، اللي بيستخدمها علشان يتعلم، اللي بيستخدم الكتب دي علشان يثقف نفسه، تمام، يدرس حاجه، يتعلم حاجه، يرفه عن نفسه ان هو مثلا يقرا كتب رعب. طبعا كلنا نفسنا نقرا الكتب زي الناس اللي بتحب الكتب، والناس الشغوفه قوي بالقراءه والحاجات دي كلها. بتحس ان انت متحمس كده، تمام، وعايز تشوف الكتب ايه نظامها والقراءه ايه نظامها. تفتح الكتاب رجل على رجل بقى، خلاص انت هتبتدي قراءه يا ابني. تبص، خلاص بقى، يعني بقيت تمام، وفاهم ومتعلم وجامد وعارف كل حاجه في الحياه. تحضر لك كوبايه الشاي، خلاص فاهم. اي حد يجي يقطعك بقى، ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ تنزل له نضاره كده، حتى لو انت ما عندكش نضاره هتنزل النضاره برضه. هو يا ابني انت الكلام اللي انت بتقوله ده مش ما ينفعش. انت الكلام ده مش مطابق مع كتاب علم البتنجان في الالووز. يعني الكلام ده مش صح حضرتك. الكلام ده انت لازم تراجع كلامك، تمام، وتيجي تتكلم معايا، عشان انا مش بعرف اضيع وقتي صراحه. فعلا بقى بتقرا الكتاب تلت ساعة ضاعت في أول سطر بس، خلاص فبتتقفل، تروح تحط النضارة مكانها، بتقفل الكتاب وبتخش تنام. أنا كنور كنت دايما بشوف إن القراءة دي فيها تعقيد شوية. أنا كنت دايما بشوف إن هي فيها نوع من أنواع التعقيد، لازم إن أنا ألتزم ولازم أنتظم، والموضوع بتحس إن هو يعني علمي قوي، أو الموضوع إيه، تحس إن أنت ملزوم إنك تقرأ. يعني الموضوع بحس إن هو فيه قلق. تيجي تجيب لي سيرة قراءة الكتب دي بحس إن أنا بقلق شوية. بس أنا برضو كنت بطبيعتي ما كنتش بحب القراءة، يعني ما كنتش بقرأ كتب مثلا من زمان. كنت دايما افضل يعني ان انا كنت هعمل اي حاجه غير قراءه الكتب، علشان كنت شايف ان هي ايه، بتنكد عليا شويه. ما كانتش بالنسبه لي حلوه زي ناس كتير جدا. بالنسبه لها القراءه دي مش لطيفه، مش بيعرف يسنك معاها، مش بيعرف، ما فيش كيمستري ما بينه وما بينها. فلما خلاص بقى ايه، هلجأ للقراءه. بحط لنفسي جولز، تمام، بقى الموضوع خدته سيريس. انت مش عارف ان انا هاخد الموضوع سيريس ولا ايه؟ لا، هلزم نفسي. خلاص انا بقيت ايه، قارئ. تمام، انا شغلتي ان انا بقيت قارئ، او مش بدخل عاده القراءه في حياتي مثلا واحده واحده. تعالى نقرا صفحه، لا انا بقى خدتها ما شاء الله صاروخ. يعني في القراءه سهله أوي. احنا هنحط لنفسنا اهداف معينه، 40 صفحه تمام في الدقيقه، ونحط لنفسنا اهداف ان انت هتعمل جدول كل يوم هتقرا كتاب. طبعا الموضوع ما كانش بيخليني اتحفز ان انا اقرا اي حاجه خالص، كنت معقد الدنيا خالص. حاطط بقى اهداف، واقول لك اقرا 80 صفحه في اليوم، اعمل لنفسي جدول. ويعني يعني كنت حاطط صفحات كتيره، يعني حتى لو الكتاب 100 صفحه انت هتقرا 80 النهارده، طب والباقي لا بكره بقى. حتى مش مدي لنفسي فرصه اللي هو اسال يعني هو انت ليه بتقرا؟ طيب يعني انت عايز تقرا ليه؟ لا، الموضوع ما فيهوش تفاهم. تحس ان انا دايما كنت بتعامل مع نفسي كاني ايه، كلب بلدي. طب ليه؟ طيب في ايه؟ طب ما تفضفض، قول اي حاجه. طيب انت عايز تقرا ليه مثلا؟ اللي بيجي في دماغي ان انا عايز ابقى كول، عايز لما حد يكلمني اعرف ارد عليه بحاجه كده جامده جدا، وانفخه واديله، بص خليه بقى يعمل له تشقلب، خلي دماغه بقى ايه ده ايه يا لا الواد نور ده، يا لا تصدق يا لا الواد نور ده. شوف يعني الواد نور ده، بص هو ايه، حافظ مش فاهم. ساعات باجي كده بحاول اتفاهم مع نفسي، لا مفيش تفاهم. حضرتك ما تتكلمش معايا تاني، انا كلام بيني وبين نفسي على فكره، بس برضه بقفش. التاني بيقفش جدا، لا ما تكلمنيش في حاجه زي كده. احنا انت البريك بتاعك من المذاكره انك تقرا كتاب. لا الموضوع كان صعب يعني. مش فاهم في ايه. لا وجدول، تمام، تعمل لك جدول. وافتكر والله العظيم انا افتكر انا عملت كده بالظبط. عملت جدول كان ايه، بدايه كده من يوم 15 حاجه شهر يعني معين ل 15 اللي بعد. افتكر ان انا ما هوبتش ناحيه الجدول ده خالص. بص ابعد عنه تماما، ما فيش اي حاجه. عايز اقول لك ان انا اكتر فتره ما كنتش بقرا فيها اي حاجه هي الفتره اللي انا خلاص كنت بحدد لنفسي ان انا اقرا. يعني الموضوع جه معايا نتيجه عكسيه خالص. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بقى ايه، موجه للناس اللي ما كانتش بتحتك بالقراءه خالص، ما كانتش بتقرا اي حاجه خالص، بس نفسها في القراءه، نفسهم يجربوا قراءه الكتب. اول حاجه كده، شوف الكتب اللي حواليك، شوف الكتب اللي في البيت عندك. شوف الكتب دي ممكن في الاول في الاخر ممكن تشدك وتخليك تتشد لمواضيع معينه. شوف انت كنت قرفان ازاي اصلا انك تقعد تقرا كلام، لا الموضوع ممكن يتقلب وتلاقي نفسك ايه ده، انا مشدود جدا للموضوع اللي بيتكلم فيه الكتاب ده. لو في بس مثلا كتب دينيه اقرا فيها، ابتدي فيها. لو في مثلا كتب من نوع واحد بس زي مثلا كتب علم نفس، كتب مثلا روايات، جرب تدي لنفسك فرصة انك تشوف الكتب دي. لا بجد يعني فعلا، تعالى نشوف الكتب دي بتقول ايه. لو ما حبيتهاش جرب تشوف برضو ايه اللي حواليك برضو في الانفايرمنت بتاعتك. لو انت مثلا ليك صحاب بيقرأوا كتب معينة وهم مثلا يرشحوا لك كتب حلوة من وجهة نظرهم، في الاخر ممكن تطلع بحاجة، ممكن تطلع مثلا بحبة كتب كده مترشحة لك، وحاول تدي لنفسك فرصة انك تقرأ فيها. لو ما عندكش في البيت او صحابك ما بيقرأوش، حاول تشوف برضو لو مثلا عندك مكتبة تروح تخش تقرا كتب معينة. عندك في الجامعة مثلا، عندك في المدرسة، لو ما فيش خالص اكيد في بوك ستورز في الحياة. يعني انت اكيد عايش في مكان فيه كتب، يعني معلش عشان انت مضايق عليا الدنيا قوي يعني، تمام. فحاول تدي لنفسك فرصة انك
تروح تشوف الكتب اللي حواليك او الانفايرمنت اللي حواليك اللي فيها كتب، يعني انك تشوف الكتب دي بتقول ايه، اكيد هتلاقي في الاخر يعني كتب بتشدك اكتر. بقى كتب بالنسبه لي كانت شيقه جدا وما زالت شيقه وقرات فيها من قريب، هي كتب الدكتور مصطفى محمود. هو كاتب وعالم جامد جدا، اظن المصريين كلهم عارفينه، يعني كتبه محترمه جدا جامده جدا، بتناقش افكار كده عاليه شويه. هي مش كتب للناس اللي بتقرا بس وتحط المعلومه في دماغها وخلاص، هي كتب الناس اللي بتسمح لنفسها ان هي ايه وهي بتقرا تفكر وتحس ان في نقاش كده ما بينها وما بين الكاتب، او الناس اللي بتحاول تعرف الكاتب ده بيفكر في ايه. حاجه من الحاجات اللي انت ممكن تساعدك انك تحاول تخش في سكه القراءه دي، انك تشوف الحاجه اللي انت بتحبها في حياتك، الحاجات اللي انت انترستد فيها في حياتك، وتشوف الحاجات اللي بتتكلم عنها، تشوف بقى الكتب اللي بتتكلم عن الحاجات دي. محمد بيحب الطبخ، لو هو عايز يبتدي في القراءه يقوم جايب كتب بتتكلم عن الطبخ. اكيد لما تروح تطرح على محمد مثلا ان هو يقرا كتب مثلا في علم النفس، هو ماشي يا عم ممكن يقرا فيها عادي، ممكن يبقى عندك كذا حاجه انت انترستد فيها، بس هو ايه حابب الطبخ جدا، فلما يبقى عنده كتاب طبخ اكيد هيقراه علشان هيحب يشوف هو الكتاب ده بيقول ايه، الكتاب ده بيناقش ايه في الطبخ، هل الكتاب ده بيتكلم عن الشيفات عامه، هل الكتاب ده فيه وصفات حلوه جديده للاكل جديد مثلا، وهكذا. فهو هيكون انترستد ان هو يقرا في حاجه زي كده. اكيد مش هيحب مثلا هو يقرا في فرع تاني خالص من الكتب، هو هيحب يقرا في الحاجه اللي هو بيحبها في حياته. افتكر برضو ان من كام شهر عدى عليا شهر كامل كان الاكونت بتاع جوجل بتاعي مسروق، حتى برضو كان قناه اليوتيوب متاخده في الليله، فما كنتش عارف اعمل اي حاجه. فانا انتهزت الفرصه في ايه 30 يوم اللي عدوا عليا دول قعدت اقرا فيهم، علشان ما كانش عندي اوبشن مثلا ان انا افتح التليفون اعمل حاجه. الفيسبوك اتاخد في الليله، انستجرام، تيك توك، اليوتيوب، كله اتاخد في الليله. قعدت بقى في الشهر ده كنت لما بقرا كنت بفهم، كنت بفكر، ما كنتش ديستراكتد. ما كانش لما التليفون ينور بس فقط ان هو يقول لي ان هو يعني الساعه 2 ونص مثلا، ما كنتش ايه ده تليفون يا لهوي، تليفون بص الساعة كام، يا لهوي الله. لما كنت بقرأ ما كنتش مشتت نفسي، ما كانش في اي ديستراكشنز مثلا حواليا، فالموضوع كان بالنسبة لي مرتاح فيه اكتر في القراءة. انا لما حبيت اخلي نفسي ان انا اقرأ واقرأ بمزاج الدنيا تبقى حلوه، ان انا عملت لنفسي اللي هو ايه مكان كده تمام، كورنر حلو كده في الصاله، كل الناس يخشوا يناموا بقى، بجيب الاباجوره وبقرا، ومفيش غير انا والكتاب بس، يعني مفيش عامل لنفسي ديستراكشنز خالص، حتى مخلي التليفون جوه في اوضتي وانا قاعد في الصاله. كوبايه حاجه سخنه كده، حاجه ايه بتهيئ لنفسك انك انت في مود ريلاكس هتستفاد. انا بحب اكتر حاجه الكتب تمام، ما بحبش مثلا الكندل، ما بحبش مثلا ان انا اقرا في التليفون مقالات او اقرا في التليفون الكتب او الاي بوكس، بحس ان الشاشه بيضاء قوي وما بحبش كده. بحب الكتاب، ريحه الكتاب كده، احساس انك تمسك الصفحه وتقلب وتعمل بوك ماركس وحركات وكده، بتحس ان ايه موضوع فيزيكال كده في ايدك. ده كان شيء بيخليني متقبل قوي القراءه، مش كندل. اكيد في برضو ناس الناحيه التانية بتحب الكندل، بتحب التليفون، وبتحب القراءه في الحاجات اللي هي الالكترونيه اكتر يعني. وبس كده، ودي تجربتي مع القراءة. بحاول اشوف الحاجة اللي انا ممكن اقرأ فيها وابقى بحبها، وعارف ان الحاجات اللي انا اقترحتها دي بتظبط معايا جدا. لما احب اقرأ مثلا بقرأ، لكن انا مش عايز اقرأ خلاص، يعني انا مش عايز اقرأ. الموضوع مش انك تلزم نفسك، هو مجرد بس انا طالع بقول لك جرب، ولو يعني مش بتحب القراءة خلاص، هي مش حاجة اساسية في الحياة تمام. دلوقتي مع الدنيا بتتطور خلاص، بقى عندك بودكاست، بقى عندك يعني برامج بتتقدم بس صوت بس، عندك كتب صوتية، عندك فيديوهات ممكن تتعلم من طريقة الفيديوهات، ممكن تتعلم من كذا حاجة. انا بس بحاول اوري لك انا كنت بفكر ازاي، اوري لك حلول. تعال نشوف حلول يعني لمواقف زي كده. اصلا مش هطلع اقول لك الكلام ده وامشي تمام، انا محتاجين نقول الحل مثلا لمشاكل معينه في الحاجات دي. وما تنساش تعمل لايك، كومنت، قول لي على افكار جديده في سلسله رحلتي من الفشل للفشل. ما تنساش تعمل شير، سبسكرايب، وتدوس على جرس التنبيهات. وبس كده، شكرا ليكم، السلام عليكم.